جماعه النهارده عامل نسخه من الكره الذهبيه او البالون دور واديها لاحسن لاعب في الكومنتات. واول حاجه اتفرجت كتير على كل النسخ اللي فاتت وهعمل النسخه دي وممكن اعمل ميسي الفيديو اللي جاي. وعلشان اعمل الجزء اللي فوق اشتريت كوره بنفس تقسيمه الكره الذهبيه ورحت المرسم غسلتها كويس ودهنتها وش ابيض وسبتها تنشف وغطستها مره كمان وهسيبها تنشف خالص. القاعده بتاعتها هي عباره عن قطعه الماس عشوائيه، يعني لو لاحظتوا كل جايزه من ال 18 بتوع ميسي ليها شكل مختلف. وعلشان اعملها نزلت الشارع ادور زي العبيط على طوبه تكون شبهها وجمعت طوب الشارع كله عشان انقي براحتي. رجعت علشان اشوف ايه اللي هينفع ودي الطوبه اللي عليها العين والليل. غسلتها كويس وجمعت كل برطمانات المخلل وشويه كوبايات عشان اكسرهم. خدت كاس الازاز ده وجبت ايبوكسي عملت منه شويه بلون رصاصي وبعدها وزعت الازاز محاوله مني ان اعرف اطلع فينش زي بتاع الالماس، بس شكلها كده هتظبط فعلا. دهنت الكوره كلها اكليريك اصفر ولما نشفت جبت صنفره ناعمه وصنفرتها كلها علشان اشيل اي حاجه زياده. وجبت اجمد رش عندي وعلشان الفينش يبقى حلو هرش الجزء اللي فوق ولما ينشف هرش الباقي. والقاعده برده الازاز نشف وبقت شبهها جدا، بس عملت شويه ايبوكسي وحطيت عليه ازاز مكسور والرمل اللي كان باقي. وخلصت كل برطمانات البيت واي كوبايه شاي تيجي قدامي علشان اعمل كسر ازاز وخلطته بالايبوكسي علشان اكمل اخر جنب. وبعد ما نشفت حطيت عليها طبقه ايبوكسي علشان تلمع. واخر حاجه في حته ذهبي صغيره كده تحت كان هيحصل لي حاجه لو ما عملتهاش، فجبت حته خشبه قطعتها على قد الطوبه بالظبط وصنفرتها كويس ورشيتها جولد واديت الكوره وش كمان وسبت كل حاجه تنشف. وبعد ما الكوره نشفت شكلها بقى جامد، ما كنتش متخيل كده. حطيت الحته الجولد وشويه ايبوكسي علشان الزقها في القاعده وبعدين لزقت الكوره بايبوكسي برده. قولوا لي رايكم وفولو لايك لو عجبك الفيديو.